اكيد وانت بتفرمت فلاشة او هارد خارجي لقيت قدامك 3 اختيارات: فات 32 NTFS EX فات، وسألت نفسك ايه الفرق بينهم. النهارده هشرح لك الموضوع بطريقة بسيطة وامتى تختار كل صيغة. اول حاجة فات 32، دي اقدم صيغة موجودة من التسعينات. المميزات بتاعتها انها بتشتغل على اي جهاز تقريبا، لينوكس، ماك، ويندوز، وحتى البلاي ستيشن او الاجهزه القديمه. بس عيبها الكبير ان هي ما بتقدرش تخزن ملف اكبر من 4 جيجا، وكمان البارتيشن نفسه ما ينفعش يكون اكبر من 2 تيرا، يعني مناسبه للفلاشات والاجهزه القديمه. تاني حاجه NTFS، دي الصيغه الاساسيه اللي ويندوز بيستخدمها. بتدعم ملفات ضخمه جدا من غير حدود تقريبا، كمان فيها مميزات متقدمه زي الامان، بريميشنز، تشفير، ضغط، نظام الجورنالينج اللي بيحافظ على الملفات وقت قطع الكهرباء. العيب الوحيد ان لو ركبت الفلاشة دي على ماك مثلا، الجهاز هيقرا الملفات لكن مش هيقدر يكتب عليها الا ببرامج اضافية. يعني حلوة جدا لو بتشتغل على ويندوز وعايز امان ومميزات. تالت حاجة EX فات، دي معمولة كحل وسيط بين فات 32 و NTFS. بتشيل ملفات أكبر من 4 جيجا عادي، وكمان البارتيشن حجمه ممكن يبقى ضخم، متوافقة مع ويندوز وماك ومعظم الأجهزة الحديثة. بس ما فيهاش مميزات NTFS المتقدمة، هي معمولة أكتر عشان تكون خفيفة وسريعة على الفلاشات والهاردات الخارجية. الخلاصة، لو فلاشة صغيرة أو جهاز قديم اختار فات 32، لو شغلك كله على ويندوز وعايز أمان ومميزات اختار NTFS، لو هتنقل بين ويندوز وماك وعايز حاجة مرنة أكتر اختار إكس فات. كده بقيت عارف الفرق بين الصيغ التلاتة، والمرة الجاية لما تفرمت فلاشتك هتعرف تختار الصح. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبك. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ولو حابب إن نوع المحتوى ده يستمر ما تنساش تدعمنا على انستا باي أو باتريون. أشوفكم الفيديو الجاي.